ضابط الامن الجزائري يستعمل القوه مع بعثه نهضه البركانيه، بغاو يخرجوهم بزز من المطار، قال لهم خرجوا من المطار، وقال لهم بصريح العباره بالعباره هكا، قال لهم انتم غير مرغوب فيكم فوق التراب الجزائري، هكذا خطبهم مسؤول امني جزائري كبير. جابوا دوك الاخبار ديالهم، قال لهم انتم راس الحربه اللي واخدين القرار، قال لهم فو نيت با لي بيانفوني سور لو سول الجيريان، يلا فو نيت با لي بيانفوني سور لو سول الجيريان. ما يعني قمه العنصريه. وصلتي هذا ستاج الوحش، هذا هو كنقول لي ستاج الوحش. انتم غير مرغوب فيكم. من بعد بعثة نهضة بركان كيتوصلوا عن طريق الجامعة الملكية المغربية، أنا الكاف راسلت الجامعة الملكية المغربية بإيميل، قالت لهم البعثة ديال نهضة بركان يمشيو الفندق و راه الغد ليه غادي يوصلوكم التونيات ديالكم، هذه ضمانات ديال الكاف. وموقف النهضة البركانية والرئيس نهضة بركان والرجال ديال البركان واضح، قال لهم غيوصلونا التونيات ديالنا كما هما يا غنرجعوا للمغرب. اخر دابا ما كاين، اخر خبر دابا، ودائما الاخبار اللي كنتوصلوا بها هو انه مع الخمسة د العشيه على ما اعتقد اخر خبر فوالا كاف بعد اجتماعات ماراثونيه سيحسم الجدل في الاجتماع التقني، يعني غيدار الاجتماع التقني. لا ضروري لا في دو ماتش كيكون كتدخل لا ريونيون تكنيك نهضة بركان والاتحاد العاصمه كتبريزونطا لي توني على الساعه الخامسة، لان في لا ريونيون تكنيك كتبريزونطا لي توني. فهذا غنرجعوا نحلوا هذه الاوضاع كامله وهذه التطورات كامله. ناخذوا فاصل ومع ذلك راجعين. برنامجكم مباشرة من مارس، وأكيد هذا الحدث يلقى تفاعل كبير من كل الأطياف ديال المجتمع، كان الناس يعني كيتفاهموا ماشي في المغرب، يعني خلى الأصداء ديالو حتى على برا خارج المغرب، لأن كاين صحف دابا اللي بدات في العالم بلد كيحتجز أقمصة، يعني سلطات ديال الدوله كتستفزوا اقمصه ديال فريق ديال كره القدم، فريق اللي جا باش يلعب الرياضه باش يلعب كره القدم تتحتجز ليه الاقمصه ديالو، تسنى بلاتي وناضت ازمه من لا شيء. مجموعه من الزملاء الصحفيين اللي يتفاعلوا معايا، حسين ارجدال زميل صحفي من اكادير قال لك اعتقد ان الوقت قد حان لحسم الامر مع ما تقدم عليه الجزائر من تجاوزات لا رياضيه في حق المغرب والمغاربه على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، في حاله لم تنصف الكاف فريق نهضة بركان تقديم شكوى رسميه ورفع دعوى ضد الجزائر امام لجان الفيفا ومحكمه الطاس، والمطالبه بتطبيق قوانين الفيفا التي تمنع تدخل السياسيين في كل الاحداث اللي ديال السبور. وهذا الشيء اللي ضل تيقولوا لهم حكيم بن عبد الله يوم امس تيجي وتيبغيو يدخلوه في ديك المعمعه ديالهم، تيجوا تيقولوا لي لا، كيقول لي انا ما كنفهمش في هذا الشيء، انا كنعرف انا جيت نلعب كره. انا رياضي. لا راه حقك، يقول لا انا جيت نلعب معكم كره. انا رياضي. لا هضر معايا في الكره، انا كنفهمها في الكره، لان الاكتفاء بتدخلات وهذا، واعتقد بانه الكاف غتكون حاسمه كما قلنا. اخر الاخبار هو ان مع الخمسه في الاجتماع التقني غادي توضح الامور وغادي تبان الامور وغادي نعرفوا هذه المساله هذه. مع الخامسه غنحاولوا كذلك كما قلنا دائما بالوسائل ديالنا نعرفوا يعني فين وصلت هذه المساله هذه. واسمح لي، ما غيكون حتى شي حل الا ما لعبش بركان بالتوني ديالو بالخريطه ديالو ثابت، ما غيكون حتى شي حل. الحل الوحيد اللي كاين هو غنلعب بالتوني بالقميص ديالي. لا وفي الخمسه، لان هذه في الطقوس ديال الكاف كاين لافي ديما كدير لا ريونيون. اي مباراه كتمشي تلعبها الاكستيريور ولا ادوميسيل، لافي دو ماتش كتكون لا ريونيون مع الكوميسير دو ماتش مع لي زاربيتر، كيجيو حتى لي زاربيتر وكيجيو لي دو زيكيب افيك لي توني ديالهم. انا حسبق لي حضرت بزاف ديال الاجتماعات كيجيو الناس ديال الامن حتى هما كيكونوا اي اللي كتحط بالمباراه. كاين قانون كان جديد ديال الاربيتراج كيعطيك تعليمات، كاين الكوميسير دو ماتش كيعطيك التعليمات، كيشوفوا لي توني كيديروا المقارنه على الالوان واش يكون قريب ولا ما يقربش، كيقول لك بدل هذا ولا بدل هذا، بدل الشورت ولا بدل الجواريد ولا بدل، المهم باش كياخذوا انطلاقه بنتهم. ثانيا الكوميسير دو ماتش كيعطيك التوقيت، امتى تخرج من لوطيل، امتى تدخل للفيسير، امتى تخرج دير لي شوفمون، وامتى تكون موجود قبل لا كونفرونطاسيون. كيعطيك الوقت ديال لا كونفرونطاسيون ابري كيعطيك الانطلاقه ديال المقابله خصك امتى تكون، وخصك بالتدقيق بالوقت، يعني اي دقيقه الا عندك بيناليتي. فوالا سي حميد باش نبقاو في التونيات. هاد التونيات سيادنا لعب بهم فريق نهضة بركان طيله المنافسه، مشى بهم ما خلى
زامبيا، ما خلا جنوب افريقيا. هادشي اللي قلت لك انا دابا الكوميسير دو ماتش اللي انا كنشوف لي توني ما غاديش كنشوفش هو الشعارات القاره الافريقيه طولا وعرضا بهاد التونيات اللي كيزينهم واللي كتزينهم الخريطه ديال بلادنا السعيده. ما عمر زعما شي واحد في شي بلاد، وكاين بلدان اللي حتى تقدر دير هادشي ما يمكنش دير لان لا الا كان شي بلد لوغو اصاحبي، الا كان شي بلد ممكن تناقش معايا لا كولور، الا كان شي بلد كان قريب لا كولور باش نلعب، لان كل الشعار ديال كل الفريق راه عنده اللون ديالو باش غادي يلعب. الو لا كان قريب غادي يقول لك بدل ليا، كيما طرا لينا حنا في واحد المره في زامبيا مشينا التونيات ما جاوش، مشينا كنشريو السوق، مشينا السوق شرينا دوك التونيات ديال ما جاوش التونيات، بقاو في المطار تلفوا، مشينا شريناهم وجبناهم وقدمنا الكولور اللي قريب شويه اللون ديال الفريق باش قبلوا الكوميسير وقال لكم ممكن تلعبوا بهذا. وكانوا جاو مقزبين على الدراري كاع. شريتهم من زامبيا؟ لا من زامبيا، السوق ديال زامبيا مشينا وجدناهم. خاصك توجد لان وقت المطار كيقول لك راه غادي غدا يجي وغدا يجي، ويجوا حتى الاخر لحظه ما جاوش. صدقنا وجدنا التونيات مشينا شريناهم. هذه من بين الحالات اللي يمكن كيكون. ولكن هنا السؤال هنا مزيان قلتي هذا القضيه. هنا دابا اش دخل السلطات ديال ديال المطار ما هم ما سوقهمش هما في اجتماع تقني، ما دخلتي ما الكوميسير دو ماتش اي لي زاربيتر هما اللي يمكن يقولوا بدل التوني ولا ما كانت هي مبيته من السلطات ديال الجزائر، لانهم عارفين بان نادي بركان كما قال سي محمد فجميع تقريبا الدول كاع اللي لعب فيها المنافسات الاقصائيه فكان كيحمل نفس القميص بالعلم ولا الخريطه ديال المغرب. كانت نيه مبيته باش هذوك الاقمصه ما يكون عليهم. لا علاش ما يخلقوش لك، بغيو يخلقوا لك يمكن مشكل باش على الاقل ما تكونش ديكونسونطري كيجي عند المباراه. لا ما كنلومش انا الفريق الخصم، هما حيت هما كيأثروا. لا هذه هما كسلطه مش علاقه بالرياضه. سي حميد كيقول لك لا خصك تخرجك من